خربت بيوت ناس وكانت شيطانة رأس. حنان ترك بتتعرض للهجوم بعد 12 سنة من اعتزالها. يا ترى ايه الحكاية؟ قررت الفنانة حنان ترك سنة 2012 اعتزال الفن والتركيز على الحياة العائلية، وسابت عالم النجومية نهائيا بعد ما كان اسمها اتحفر في قلوب المصريين بسبب أعمالها الجميلة والمميزة، واللي منهم نونا المأذونة وأولاد الشوارع وسارة وغيرهم من المسلسلات والأفلام وأعمال تانية كتير. ورغم اعتزالها اللي بقاله 12 سنة فضل اسمها موجود، وفضلت الناس تسأل عليها طول الفترة دي، ودور عليها مخرجين ومنتجين كتير عشان ترجع تشتغل تاني، بس للأسف كانت بترفض. وتعرضت حنان ترك طول فترة اعتزالها للهجوم من ناس كتير، منهم نجوم ومنهم مخرجين ومنهم منتجين، وكان آخرهم المخرج عادل عوض اللي طلع وقال عنها في برنامج تلفزيوني: أنا زعلت لأننا صنعنا نجمة. وكمل كلامه وقال: حنان ترك كانت أيقونة وبنصنع أيقونة تعبر عن مصر، واعتزال النجم يعني قطع عيش ناس كتير. وقال: في أشخاص كتير جدا زيي اتأذوا، وحنان كانت شيطان رأس باليرينا، وكنا بنصنع حد عشان نخليه فاتن حمامة وسعاد حسني. وكشف ان اعتزالها سبب مشاكل كتير واذى ناس كتير قوي وقعدهم من الشغل. وقال: النجم لما يبقى هيشتغل بنعمل الفيلم على اسمه، والفيلم بيشيل الاف ويفتح بيوتهم ما تقدرش حنان تعرف هي خربت كام بيت، وعادي كانت تقدر تشتغل وهي محجبة، بس هيبقى ليها ادوار محدودة. وان احنا عندنا في الدنيا نموذج الفتاة المحجبة هو نموذج موجود في مجتمعنا، وممكن اختار لها ادوار تناسب الحجاب. وكل ده عشان يأكد عادل عوض ان قرارها كان غير مدروس، وتسبب في قطع عيش او قطع رزق مجموعة كبيرة من الناس اللي اعتمدوا عليها في رزقهم.